الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، خاص بمادة الكيمياء. ركزوا معايا طلاب الشعبة العلمية، بعرض لك في الفيديو ده كل الأسئلة اللي أنا نزلتها حرفيا، اللي موجودة واللي المدرسين كلهم أشاروا إليها. ركز معايا في الفيديو ده علشان إن شاء الله تعالى تطلع مستفاد بشكل كبير جدا. ما تنساش طبعا تشترك هنا في القناة وتفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. زي ما أنا قلت لك في الفيديو ده هنتكلم عن مادة الكيمياء. في الفيديو ده بعرض لك كل الاسئله اللي انا نزلتها واللي لسه جديده برضو، خاصه بماده الكيمياء. الفيديو ده مهم جدا، فيديو مجمع بجمع لك فيه كل الاسئله. الفيديو ده ما ينفعش ان انت يفوتك باي شكل من الاشكال. لو قدامك 3 دقائق ابدا فكر في الاسئله دي، حرفيا مش هتاخد معاك اكتر من 10 دقائق. هو الفيديو اصلا مدته مش هتزيد عن 4 دقائق، فابدا فكر في الاسئله دي وفكر في اجابتها. للعلم طبعا الاسئله قد تكون هتيجي بنفس الصيغه، ممكن تيجي بصيغ مختلفه، لكن الافكار واحده. الافكار هي اللي ما بتتغيرش، الافكار ثابته. فانت ابدا فكر في الافكار، مش تفكر في الاسئله ذات نفسها. وما تنساش طبعا ان باشتراكك وتفعيلك لجرس التنبيهات هنا على القناه هيوصل لك كل جديد، لاننا ان شاء الله تعالى مكمل معاك في كامل الماده الجايه، وكمان هبدا معاك في النتيجه والتنسيق والتقديم للكليات، الاخبار وكيفيه التقديم والتظلمات، كل حاجه باذن الله تعالى هتلاقيها هنا على القناه. فلما انت تشترك وتفعل الجرس ده هيفيدك الفترة الجاية، هعرفك كل حاجة خطوة بخطوة. هسيبك دلوقتي مع استعراض الأسئلة وبعض الإجابات الخاصة بيها، لكن زي ما قلت لك الأسئلة دي مهمة جدا، لازم ان انت تركز عليها كويس جدا. دلوقتي انا بستعرض لك الاسئله اللي انا قلت لك عليها، اسئله قويه جدا لازم ان انت تركز عليها. ابدا وقف الفيديو لو لقيته ان هو سريع شويه، وابدا جاوب على الاسئله دي وفكر في الاجابات الخاصه بيها. طبعا كل ده انا بستعرض لك الاسئله، اسئله خاصه بامتحان ماده الكيمياء للصف الثالث الثانوي. الاسئله دي قويه جدا، لا غنى لاي امتحان عن الافكار اللي جواها، وده مش كلامي، ده كلام خبراء ماده الكيمياء الثانويه العامه. واول واهم حاجه، او قبل ما تبدا تعمل اي حاجه في ورقه الامتحان، لازم ان انت تبدا تقرا ايه الكرسي علشان ربنا يوفقك في اي امتحان تدخله. اعمل كده وابدا صلي على النبي وابدا جاوب. واهم حاجه برضو تانية، ان انت ما تجاوبش في الانسر شيت على طول، ما تجاوبش في ورقه الاجابه على طول، لان انت ممكن تحتاج تغير السؤال ولا حاجه، فتضطر ان انت تشخبط. الشخبطه دي في الانسر شيت مش حلوه، لانه بيتصحح الكتروني، فطبعا صعب جدا ان هو يرجعه لك تاني يدوي. فانت ابدا ظبط حالك وما تبداش ان انت تشخبط من اول اللجنه. وبس كده، ده كان فيديو اليوم. ما تنساش طبعا ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس على الكل، وتشارك الفيديو ده لكل زمايلك علشان الكل يستفيد، وتدعوهم ان هم يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.